عملنا مع بعض المحشي ده كده اهو. يلا بقى تعالوا نشوف احنا عملنا ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده هنعمل مع محشي بقى ليلة كاملة كده بتاعت الكرنب ده. طبعا هو في ناس بتستثقل منه، طبعا هو جميل جدا. وبعمله بسرعة، مش بياخد معايا وقت. لسه طبعا الحاجة كلها هتتغسل. الخضرة بقى والطماطم، وهقطع الكرنب لسه مش قطعته اهوت، لسه مش اتقطع يعني. يلا بقى تعالوا نشوف هنروح نعمل ايه اول حاجة كده وارجع لكم تاني. اول حاجة بقى عملتها ضربت الطماطم كده زي ما انتم شايفين، حطيت الزيت في الحلة، احط الطماطم، بسمي بسم الله الرحمن الرحيم وابعد وشي. اهو طبعا انا مش بقللها بصل ولا بقللها حاجه، بحط البصل ني بدعك بيه الرز. لسه هكمل الطماطم ضرب فيها وهحطها، ونيجي بقى للخطوه الجايه نشوف هنعمل ايه مع بعض كده بالراحه. من غير ما تكركبي الدنيا على نفسك ولا تعملي حاجه، واحده واحده. خليكم معايا نشوف ايه الخطوه اللي بعد كده. يا حبايب قلبي الكرنبتين كده عملتهم زي ما انتم شايفين. طبعا دي الزباله بتاعتهم اهي. هلمهم بقى اول باول كده، مش هركن حاجه عليا. وحتى طبعا ميه على النار، اول ما تسخن كده هروح نازله عليها بالكرنبه، هوريكم برضو هننزل بيها ازاي، وهنبقى مع بعض يعني. نشوف بقى الخطوه الجايه هنعمل فيها ايه. يا حبايبي دي سليق الكرنب. طبعا عملت حطيت ميه زي ما انتم شايفين كده. وحطيت حبه ملح وحبه كمون، وسايباها كده زي ما انتم شايفين. والصلصه اهي طبعا على النار اهي، بتسبك على النار طبعا من غير بصل. هحط البصل بس مش دلوقتي. نيجي بقى هنا الحله اللي هنسلق فيها الكرنب. حطيت فيها معلقه ملح وطرف معلقه كمون كده يعني على طرف المعلقه. هنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده وارجع لكم تاني. طبعا يا حبيبي انا جيت احط الكرنبه كده زي ما انتم شايفين، لقيت الحله مش واخداها، فهخفها شويه من الورق ونحطها في الحله. ويا حبايبي خفتها كده زي ما انتم شايفين اهو. احطها طبعا على وشها اللي فيه العروق، وبعد كده برجع تاني بقلبها تاني وبفككها بقى وبطلعها. بصوا بقى هنا التغذيه اهي زي ما انا قلت لكم، ومش حطيت فيها بصل. هحط البصل دلوقتي بقى، هحطه ني خلاص اهو. انا عاملاه كده، احط حبه كده بس. بسيبها بقى، بسيب البصلايه تستوي في قلب التغذيه تمام. وطبعا بحبه البصل دول انا هدعكهم بالفلفل الاسود والملح دعكه جامده كده لحد ما تنزل ميته خالص، واقول لكم هنعمل بيه ايه. هخلص بقى التغذيه وخلص سليق الكرنب وارجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه بالبصل ده. خلاص خليكم معايا، اوعوا تقفلوا الفيديو. بصوا بقى يا حبايبي الورق الاخضر انا بحطه كده على العروق الاول، عروق تدبل كده خالص، علشان طبعا العروق مش بتاخد نفس سوى الورق اللي فوق. فانا بدبل العروق خالص كده الاول، وبعد كده بروح عامله ايه، بروح تانية كده بس لما يدبل خالص. خلاص طبعا التغذيه اهيت لسه بقى البصل بيستوي جواها كده، مش حاطه بصل كتير، حتى حبه حلوين يعني. اول بقى ما هتتسبك كده خالص هروح طافيه عليها. خلاص بصوا يا حبايبي البصل اهو، حطيت عليه فلفل اسود وكمون وملح. خلاص هدعكه بقى دعكه جامده جدا ينزل ميته خالص، وهوريكم هنعمل بيه ايه. خليكم معايا. بصوا بقى يا حبايبي انا غسلت الرز اهو، بحط عليه بقى البصل اللي انا دبلته كده بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده، بحطه على الرز
طبعا انا حطيت برضو بصل في التخديع. خلاص هحطها بس كلها وارجع لكم تاني. يا حبايبي الصلصه اهيت، احط عليها بقى الخضره، احطها بقى واقلبها وارجع لكم تاني. يا حبايبي عملت البصل كده زي ما انتم شايفين، دعكته بالبصله بالكمون بالملح وكده. احط عليه بقى الخضره، هحطها عليه، احطها عليه وارجع لكم تاني. يا حبايبي خلصت كده خالص، عملت الرز اهوت بالخلطه، وقطعت ده قطعته، اما ده لسه. ومعايا عروق هنا برضو عشان احطها في قعر الحله من تحت. يلا بقى تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. هنلف بس المحشي الاول في الحله. ويا رب الفيديو يعجبكم. اللي اول مره يشوفني يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس والكومنت الحلو. وطبعا هسيب لكم في الديسكريبشن تحت حلقه المحشي الكرنب، حلقه المحشي بتاعه البتنجان والكوسه، ورق العنب، وهسيب لكم برضو سلق ورق العنب. كل ده هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت. يا رب بس الفيديو يعجبكم. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه. يا حبايبي خلصت بقى الخلطه والورق العنب، وعملت كده زي ما انتم شايفين، قطعت عروق كده في القعر من تحت، وهلف بقى وهخلص وارجع لكم على طول. اوريكم بقى عملت اخر حاجه عملتها ايه. واستنوني مش تروحوا في اي حته. واللي اول مره يشوفني يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس والكومنت الحلو. حبايب قلبي خلصت كده المحشي، عملت حلتين اهو. هسوي بقى دي. يا رب بس الفيديو يعجبكم. لو عجبكم اعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا لي الجرس وكومنت الحلو بقى. ويا ريت شير للفيديو. طبعا انا معلقه على الفراخ، طبعا انا عملتها لكم كذا مره. ما اجي بقى اسويها اقول لكم نحط قد ايه شوربه. يا رب بس الفيديو يعجبكم. يلا بقى تعالوا بينا عشان نسويها. زي ما انتم شايفين كده، بروح بقى حاطه الشوربه اهي. خلاص بروح بقى حاطه عليها الشوربه. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بغطيه، بسم الله الرحمن الرحيم. اغطيه بقى واعلق عليه وما اطلعه هوريهولكم. طبعا انا مش جبتلكوا اللف يعني، لان اكيد مش هعرفوا تلف يعني. ف هعلق عليه بقى واوريهولكم بيبقى شكله عامل ازاي. اوريكم تكايه كده بعملها في المحشي وهو على النار. بس كده مش بزود عن كده، زي ما انتوا شايفين كده. هو ده العقد، ده العقد بتاعه. هنحطه بقى على النار اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الطماطم دي انا كنت مقطعاها كده في الشوربه. بصوا بقى لما دي هتغلي هروح حاطه عليها الطبق ده قلباه كده اهو، وعشان اكتم الحراره فيه بس. خلاص هخلص بقى وهوريكم شكله في الاخر خالص بيبقى عامل ازاي. اول مره يشوفني يدوس لايك واشتراك وفعل الجرس والكومنت الحلو. ويا رب الفيديو يعجبكم. بصوا يا حبايبي الطبق مسته بقى، بصوا المنظر. مش هتشوفوا حاجه طبعا من الدخان. هحاول اهدي الدخان كده وهرجع لكم تاني. الطبق حلاوته ان هو بيكتم يعني، بصوا اهو، ولا بيتفك ولا حاجه، بقى جميل جدا. يا حبايبي ده كده شكل المحشي. الصابع عامل ازاي، مفيش ولا صابع مفكوك ولا في اي حاجه اهو زي ما انتوا شايفين. اول مره يشوفني يدوس لي لايك واشتراك ويفعل لي الجرس والكومنت الحلو.
وده كده شكل المحشي النهائي اهو. عملنا مع بعض المحشي ده كده اهو. يلا بقى تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي.